كون بكيت وانا عند النهار والبارح، بكيت الدموع كنشوف معاقين الناس اللي هما شيوخ ما قدروش يتمشاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك وفيك أصدقائي بفيديو جديد على قناتي أنا، قناة أحمد عودة ابن فلسطين. محبتي واحترامي لكم أينما تواجدتم في جميع أنحاء العالم، فضلا وليس أمرا. إذا أنتم تفتخروا بالجزائر وتدعموا فلسطين، ما تنسوا تدعموا هذه الحلقة من خلال زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وعلشان ما أطول عليكم أكثر دعونا مباشرة نذهب ونرى. أكون بكيت وانا عند النهار والبارح، بكيت الدموع كنشوف معاقين الناس اللي هما شيوخ ما قدروش يتمشاو. شوفوا خوتي، الشعب المغربي مسكين والله العظيم. خوتي بدون تنمر، احنا ما جيناش بيت نتنمر ولا حقيقة هذه هي. على بالكم باللي فيديو دروك غادي نحطها لكم خوتي كيفاش المغاربة يقولوا الميمي ستة والعياش المطبع. يا وحنا خاطينا الشي اللي راكم ديروا فيه. علاش خليتونا حنايا نربحوا العيب مع الجيران؟ علاش خليتونا حنايا نولوا بؤرة من الفقر والميزانية والطحين بسبب السياسة تاعكم الفاشلة؟ ها شوفوا المغاربة مساكين، على بالك باللي ميمي ستة دخلوا في حيط، ولكن هذه هي الحالة اللي قال لك يديروها كيما يقول لك الوالدين تحسن بالذرية. هذا نفس المثل اللي يقولوا بكري في الجزائر. على بالكم باللي المراركة اليوم راهم يخلصوا في فاتورة غالية على جال المخزن تاعهم كيطبع مع كاين الصوص هذه من التالي. وراهم يقولوا باللي الشعب المغربي، دروك ندير لكم فيديو خاوتي، راهم يقولوا لك باللي كيف في الجزائر منحة البطالة، السكن الاجتماعي باطل، القرايه باطل، كل شيء باطل. هما قال لك لومبينوس قال لك باش تديه للسبيطار يخلص كورسه. لا حول ولا قوه الا بالله. كيتبكى الدم. أكون بكيت وانا عند النهار والبارح، بكيت الدموع كنشوف معاقين الناس اللي هما شيوخ ما قدروش يتمشاو. شوفوا حالة الشعب المغربي المسكين. صار توما دروك هذا في 2024 كاشف بلي راه صار في هذا الشيء والو، الا المروك الا الزريبه. وانا نشوف انايا المخزن تاعهم سير طاديق زعما يعني نعيش وانتم موتوا عادي. باش تشوفوا هاد المأساة اللي تعيشوها الساكنة د الحوز، وحنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق. ولكن لازم الشعب المروكي لازم يفهم حاجة، ما ترقدش بالجزائر وتنصب بالجزائر. على بالكم باللي ضيعتوا وقتكم وانتم تأسسوا في الجزائر الحمد لله يا ربي عندها مناجم، عندها غاز، عندها البترول، عندها الصحة، عندها الشعب تاعها عايش لابيل فيه. حنا الشعب تاعنا دروك ما يخدمش من حتى البطالة راقد وخالص. انتم ما ضيعتوا معكم، هولا ما عندكم بين الماء تشربوا، ما عندكم السكن، ما عندكم كل حاجة. خاطش علاه عسيتوا جوارينكم. خدم حبيبي، خدم وزير روحك وضرب ذراعك. حقوق الإنسان وحماية المال العام أصدرناهم، وسبق لنا أننا راسلنا الجهات المسؤولة وراسلنا المسؤول الأول على الإقليم حول هذه المأساة اللي تعيشوها. حنا تنشوفوا بأن هناك برنامج حكومي من أجل إسكان هاد الناس، من أجل ضمان العيش. كلهم متفاوتين في الأعمار. تلقى واحد عنده 60 سنة، واحد عنده 40 سنة، واحد عنده 30 سنة، واحد شاب، واحد سيطاديق. مشكلة. هذه حالة الإنسان اللي يبوس اليدين. وكان على راني نقصوا على نقصي على الشعب المغربي. علاش نقصي عليه؟ باسكو هو عايش في العبودية، وكي تكون عبد ما غاديش تكون سيد. اللي ربي سبحانه ما غاديش يحرك من العبودية لأنك لم تغير بنفسك. كريم هاد الناس، ولكن هاد الشيء تيبقى غير تسويق إعلامي، غير البهرجة. ها انتوما تتعيشوا تتشوفوا الحالة ديال هاد الناس. ها هما جميع
ساكنه ديال الحوز اللي كانت متضرره من الزلزال، نساء رجال معوقين الى غير ذلك. هذا هو اللي كاين في الوقت. والهضره الخاويه هذه تاع المغاربه اللي راهم يهضروها محقورين في بلادنا، ها سياسه تاع مخزن بيمي 6 ما خرجتناش، ها تطبيع ربي سبحانه راه يعاقب فينا، ها الميزيريه، ها حسن الجوار، ها خسرنا مع سيبري. هما كانت عندهم عين واحده عماوها وهي الجزائر. هاو نتايا ربي عطاك عين تشوف بها تعميها هذه وين صرات هذه؟ اما لا، العين اللي طاها المربي هي الجزائر يشوفوا بها عماوها. اقعد عما دروك. في الوقت اللي خصك تفتح معهم باب الحوار انهم تعيشوا مجموعه ديال المضايقات. تمت عسكرات بلديه تحنوت، لو شفتوا الاجهزه القمع اللي كانت البارح وتم استفزاز ديالهم، وزياده على ذلك انه تم المنع ديالهم من جميع ابرنوس سليبي سنابي تيريريو راهي بالجزائر انت. اروح شوف خوتك، ولي بني عمك خاوتك، الزريبه راه صار فيها الباطل. قال لك بالطاقوس والدعاره وما قدرناش، قال لك نعيشوا، قال لك حتى وليداتنا صاي. الدعاره والطاقوس ماهيش اقتصاد، هناك الله لازم تخدم بلادك برك ما عاس الجزائر وعاس موريتانيا. جميع وسائل النقل. تخيلوا معي ان الناس من 6 الصباح هما ماشيان على الاقدام وما خدوش ولو كسرة خبز، لان كيف ما تشوفوا بان السلطه المحليه اي بلاصه وصلوا ليها تيامروا اصحاب الدكاكين بالاقفال ديالها. بس على غالب الشعب المغربي كان سمى كل شيء كان يوصله من الجزائر، كان حبه تاع البيض توصلها مغاليه ينقيها وياكلها. التمر العيشه كانت رخيصه، قال لك الخبز قال لك كان يتخبز في تلمسان وياكلوا في طنجه. ما تعودوش على السيره تاع باش يضرب بدري ويخدموا منا ومنا. نهار الجزائر طفات لها كانوا دخل في الحيط قالها في ليله ونهار عرف روحو باللي سير ماش قد المسؤوليه. واش فعلا نحن في دولة الحق والقانون؟ أين هي دولة المؤسسات؟ فيها هي المؤسسات؟ مواطنين معرضين للبرد، مواطنين معرضين للعراء، مواطنين شوفوا على بالكم باللي الخير اللي كنتوا فيه وعايشينه محال غادي تعاودوا. الجزائر غادي تريكيبيري العلاقات معكم من المستحيل. ما دامكم مطبعين وحاطين يدكم على الصحراء الغربيه، الجزائر محال تفتح الحدود معكم. يومين هما تعيشوا المضايقات من طرف السلطه المحليه. خاص تفتح تحقيق في هذا الشيء، وحنا غنطالبوا فتح تحقيق في هذه الانتهاكات. هذا الشيء تنعتبره انتهاك جسيم لحقوق الانسان. الزريبة قال لك اخويا الجزائر منحة البطالة والسكن الاجتماعي والدواء باطل والقراية باطل. قال لك الجزائري راه عايش حر في بلاده كالطير، والعياشي والمطبع راه في ذاك القفص اللي يستنى كون ما يوكلوش يموت. ولهذا يا العياشي هذا السياسة تاع المخزن والعبودية وبوس اليدين وبوريطة ومنا والقنوات تواكم اللي منومينكم بالكاس افريقيا وكاس العالم ومنا انتم ما عندكم والو الا تضييع تاع وقت. لازم تحرروا روحكم من العبودية. عزيزي المشاهد، اختي المشاهدة، مثل ما رأينا تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. ما تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. بنهاية الحلقة بحب اتشكركم على المشاهدة. كان معكم اخوكم احمد عودة ابن فلسطين وعاش اقتراب الجزائر. يعطيكم الف عافية.